إن قواتنا للدفاع الجوي تمتلك منظومات متعددة الأسلحة والحديثة والمتقدمة والمتطورة، والتي تستطيع بإذن الله أن تقدم درجة الحماية المطلوبة لجميع النقاط الحيوية المدافع عنها بكل كفاءة واحترافية واقتدار. ويكمن ذلك بتنوع الأسلحة لقواتنا باختلاف منظوماتها والاحترافية العالية التي يتمتع بها منسوبي هذه الأنظمة من التخطيط والتنفيذ والدقة في الأداء. بعد أن قامت منظومة الدفاع الجوي المتكامل بعملها البطولي بالتصدي للأهداف الجوية، ستشاهدون من على يمين المنصة دخول غارة جوية تنفذها 24 طائرة تابعة لقواتنا الجوية المشتركة قادمة من يمين المنصة. تتقدمها طائرات فا 15S متعددة المهام التابعة للمملكة العربية السعودية، تحمل مجموعة من القنابل لتحييد وتدمير الدفاعات الجوية المعادية. وهدفها في هذه الحملة هو منصات صواريخ الدفاع الجوي لقوات العدو ورادارات الإنذار المبكر المعادي. تتميز طائرات فا 15S بأنها متعددة المهام لشمولية مهمتها وحداثة منظوماتها الإلكترونية والتسليحية. هناك تنسيق دائم ومستمر بين قواتنا الجوية المشتركة على تعدد أنواعها ومهامها وقوات دفاعنا الجوي المشترك بكافة تخصصاته في رصد الأهداف الجوية المعادية والتعامل معها بكل احترافية دون التعارض أو الازدواجية في الأداء، محققة بذلك أعلى درجات التنسيق. يليها تشكيل ثنائي من نفس النوع طائرات فا 15S التابعة للمملكة العربية السعودية، والتي اتخذت مراكز قيادات الدفاع الجوي التابعة للعدو هدفاً لها. هذه الطائرات ذات المحركات الجبارة والقادرة على حمل أنواع ثقيلة وعديدة من القنابل الموجهة وغير الموجهة، وعبر تزودها بالوقود جوا تستطيع البقاء لساعات طوال في أجوائنا الجوية رهن إشارة القيادة والسيطرة للهجوم على أي هدف أرضي لتدميره. بعد أن تم تحييد وتدمير قوات الدفاع الجوي المعادي، تشكيل ثنائي من طائرات فا 16 التابعة لجمهورية مصر العربية، والتي تحمل القنابل الموجهة دقيقة الإصابة. وهدفها في هذه الحملة هي مراكز القيادة والسيطرة للعدو، والذي يتخذ منها العدو موقعاً رئيسياً للتخطيط وإعطاء الأوامر للهجوم على حدودنا الآمنة. تعد طائرات فا 16 طائرات نفاثة لها القدرة العالية على تغيير المهام
المنوطة بها في الجو بكل انسيابية ومرونة، وتستخدم كطائرات دفاعية وهجومية أيضا، مستخدمة القنابل الثقيلة. إن مثل هذه العمليات الجوية تتم عادة في عمق أراضي العدو، ولكن لغرض التمرين تم جلب أهداف مماثلة إلى أرض الميدان لمرأى الحضور الكريم. وسيليها تشكيل ثنائي من نفس النوع، طائرات فاس 16 التابعة لجمهورية مصر العربية، والتي اشتركت مع سابقتها في نفس الهدف. إن الطائرة في هذا اليوم تعد إحدى الأسلحة الخطيرة والفتاكة في الفضاء الجوي، وذلك نظراً لما تتمتع به من مرونة فائقة في الحركة، وكذلك سهولة المراوغة والقدرة العالية على التدخل السريع، مما يؤهلها للقيام بمهام عديدة، منها الدفاع عن المنطقة المحرمة ضد أي هجوم، وتحقيق التفوق الجوي، وهو الحالة التي نتمكن فيها من استخدام الجو لأغراضنا الخاصة، وفي الوقت ذاته تقييد قوات العدو الجوية من القيام بذلك. يليها تشكيل ثنائي من طائرات ميراج 2000 التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتخذت في هذه المهمة مدارج الطائرات التابعة للعدو هدفاً لها لتدميرها وتعطيل هذه المسارات المهمة لمنع طائرات العدو من القدرة على الإقلاع من قواعدها. تتميز طائرات ميراج 2000 بالقدرة العالية بالطيران على ارتفاعات عالية ومنخفضة جدا، نظراً لتصميم أجنحتها التي تكون على شكل مثلث. هذا التصميم يجعل هذه الطائرة تتعرض إلى مقاومة هواء أقل على سرعات عالية. يليها تشكيل ثنائي من نفس النوع، وهي ميراج 2000 التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ركزت على محطات تزويد طائرات العدو بالوقود هدفاً لها. لا يخفى عليكم جميعاً الدور الكبير للقوات الجوية الفعال في أرض المعركة ومهامها المتعددة، كالتحريم الجوي الذي يعرف بأنه تلك العمليات الجوية لتدمير وتعطيل أو إعاقة إمكانيات العدو العسكرية قبل أن تصبح فعالة، وكذلك الدفاعية التي تعرف بأنها كافة الإجراءات والوسائل المعدة والمخصصة لإبطال أو تقليل فعالية العمل الهجومي المعادي. يليها تشكيل من طائرات فاس 16 الصقر المقاتل التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، وقد حددت مخازن الذخيرة التابعة للعدو هدفاً لها. هذه المخازن التي اتخذها العدو كمستودعات إمدادية للأسلحة والمؤن العسكرية. يليها تشكيل ثنائي من طائرات فا 18 التابعة لدولة الكويت، وهدفها في هذه الحملة هو مراكز اتصال العدو ومنصات أبراجه، قاطعة بذلك جميع الاتصالات بين أفراد العدو ومعداته. وتعتبر طائرات فا 18 طائرات متعددة المهام هجومية ودفاعية، وتتميز بعملها المتقن وردة الفعل السريعة أثناء تلقيها الأوامر بالجو. التشكيل التالي هو من طائرات التورنيدو الهجومية
التابعة للمملكة العربية السعودية، والتي اتخذت منصات الصواريخ البالستية هدفاً لها في هذه الحملة. هذه الصواريخ التي يستخدمها العدو في تهديد أمن وسلامة أوطاننا الغالية تعتبر طائرات التورنيدو الهجومية التابعة للمملكة العربية السعودية مخصصة لضرب الأهداف من جميع الارتفاعات وفي جميع الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً، نظراً لما تمتلكه من أنظمة حاسوبية خاصة لهذه المهام. دخول تشكيل ثنائي آخر من نفس النوع، وهي طائرات التورنيدو الهجومية التابعة للمملكة العربية السعودية، التي اتخذت مخابئ الطائرات المعادية هدفاً لها في هذه الحملة، والتي تحمل قنابل من نوع خاص قادر على اختراق التحصنات الخرسانية المعادية التي تختبئ تحتها طائرات العدو. هذا النوع من الطائرات متميز في الطيران المنخفض جدا، والذي يمكنها من تفادي اكتشافها من قبل رادارات العدو. تحمل كذلك قنابل صاروخية موجهة عن بعد ودقيقة جدا. يليها تشكيل ثنائي من طائرات ميراج 2000 الهجومية التابعة لدولة قطر، وهي تقوم في هذه الحملة بتغيير ارتفاعها والطيران على مستوى منخفض عن بقية الطائرات لاستخدامها نوع خاص من القنابل، والذي يتطلب الطيران بهذا الارتفاع المنخفض. وهدفها في هذه الحملة ضرب تجمعات العدو المتقدمة وتدميره. وسيليها طائرات فا 15S التابعة للمملكة العربية السعودية، والتي اتخذت طرق إمداد العدو هدفاً لها، حيث ستقوم بقطع الإمداد بين العدو وقواته. تتميز طائرات فا 15S التابعة للمملكة العربية السعودية بأنها طائرات هجومية واستطلاعية ودفاعية في نفس الوقت، ولكنها تعتبر الهجمات والغارات على الأهداف الأرضية من أولوياتها. إن قواتنا الجوية المشتركة تقوم بمهاجمة أهداف خطط لها بعناية في عمق أرض العدو، ويرافق هذه المنظومات القتالية الجوية والتي تمكنت من تأدية مهامها التكتيكية على الوجه المطلوب عدد من العمليات المساندة كالاستطلاع الجوي والإنذار المبكر المحمول جوا وعمليات التزود بالوقود والنقل الجوي. وسيختتم الحملة الجوية تشكيل ثنائي من طائرات فا 5 التابعة لمملكة البحرين، وتعتبر طائرات فا 5 هجومية، وكذلك القيام بتصوير الأهداف بعد تدميرها لتحليل النتائج ومعرفة دقة الإصابة، والتي اتخذت في هذه الحملة دبابات العدو المتقدمة هدفاً لها لتدميرها وشل حركتها، نظراً لما تحمله هذه الطائرات من قنابل موجهة عالية الدقة لإصابة الهدف. تشتمل هذه الحملة الجوية على عدة طائرات من عدة دول اتحدت لتشكل قوة جوية ضاربة متناغمة فيما بينها بشكل سلس، يدل على التلاحم والتنسيق الاحترافي فيما بين الأطقم الجوية للعمل كفريق واحد في التخطيط والإيجاز والتنفيذ للمهمة، مما أكسبهم احترافية عالية في تحصيل الخبرات المختلفة كما حصل في الأحداث الأخيرة. وأتى ذلك
بعد التدريب الجماعي الموحد وكثرة التمارين الجوية المشتركة وتناغم المنظومات المتعددة بالجو كإقلاع بعض الطائرات من قواعد مختلفة واجتماعها في السماء مشكلة حملة جوية واحدة للوصول إلى الهدف المنشود.